يا حلوين، اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي. النهارده هعمل يومي كله باللون البني. هاكل اكل بني، هعمل ميك اب بني، هلبس لبس بني، هشرب يعني مشروبات بني. فبصوا اليوم النهارده هيبقى مليان بني، فاتحمسوا للفيديو وكملوا الفيديو للاخر. ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للقناه علشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديده، علشان انا منزله فيديوهات خطيره في الاجازه دي، فما تفوتوش ولا فيديو ويلا بينا نستمتع. بصوا، اول حاجه هلبسها ان انا هلبس البلوزه اللي هي لونها بني دي مع الطرحه المشجره اللي فيها بني مع البنطلون الواسع ده. فاول حاجه هنلبس وهنجيلكم. بصوا يا حلوين، ده بعد ما لبست الكاميرا مش جايباني كلي، بس مش مشكله. بصوا بقى ايه رايكم؟ حلو الطرح والتاني دي بقى الطرحه لونها بني مشجر مع اسمه ايه ده؟ اسمه ايه يا عم؟ مع يلا بقى نعمل الميك اب اللي لونه بني. طيب يا حلوين، هنعمل دلوقتي بقى المكياج اللي هو هيبقى الميك اب، يعني اللي هو هيبقى باللون البني. بصوا انا هحط بقى الروج اللي هو لونه نبيتي، بس هو بيدي برضو على اللون البني. تمام. وبرضو الليبلاينر ده اللي هو لونه بني هنحط بقى الماسكارا العاديه، مش معايا ماسكارا لونها بني، الايلاينر، وكمان هنحط اللي هو الليب جلوس ده، وكمان هنحط البلاشر اللي هو هنختار بقى الدرجه البني. يلا بينا. طيب اول حاجه بقى هنحط اللي هو الفاونديشن فيت مي، هو درجته برضو بني فما تقلقوش، يعني هو اصلا خلصان. فهدمجه بقى وهجيبه. طيب يا حلوين، ده بعد ما دمجناه بعيدا عن البندانه اللي لونها رصاصي دي، ما تاخدوش بالكم. المهم هنحط بقى بعد كده ايه؟ ايوه، هنحط بقى اللي هو الليب لاينر ده اللي هو لونه بني. كل حاجه لازم تكون باللون البني. هو بني فاتح حلو على فكره. بصوا الليب لاينر، يا رب يبان. هنحط بقى الروج. في طريقه كده بحب اعملها زي الكوريين، ان هما بيتقلوا من جوه ويخففوا من بره، فبحب اعمل الطريقه دي جدا، بتبقى حلوه. تحس كده ان الروج كده تحس ان هو خفيف ولونه كده غير اللون بتاعه، فاهمين؟ يعني اللون بيبقى خفيف. هوريكم دلوقتي. ما بعرفش اشرحها. بصوا، متقله من جوه ومخففه من بره، ولسه بقى على ما احط الليب جلوس هتكون جميله قوي. ليب جلوس واو يا جماعه، بجد واو. الليب جلوس كل مره بيبهرني فيه. بحب الليب جلوس قوي، ما اقدرش اتخلى عنه في اي روج، لازم احطه على اي حاجه، اي لون لازم احطه عليه. بصوا الجمال ده، اللون بقى اللي هو ايه بتاع الكوريين بالظبط، حرفيا هو ده اللون اللي الكوريين بيحطوه. حلو قوي. هنا بقى انا مش عارفه اختار لون ايه بالظبط. انا هختار هو لون بني، بس عايزاه اللي هو يكون بني فاتح شويه، يعني ممكن اختار ده. يلا. تمام كده حطينا البلاشر. هنحط بقى الماسكارا اللي قاعده معانا سنين دي. تعالي يا ست. طيب كده حطينا الماسكارا، نحط بقى الايلاينر. انا نسيت احط البرايمر، يا الله، مش مشكله بقى. اوتي عماله اوتي دي معناها يعني ايه رايكم؟ يعني بس بالكود انا في الكوري ما عنديش المرحله دي، نعتبرها حلو.
نعتبرها حلو عشان خاطري بس. بعد كده بقى هنحط اللي بتاع اللي هو بيتحط على الحواجب ده. طبعا اللون البني مش هختار الاسود. مين اللي هيختار الاسود اصلا؟ اوكي بس كده كفايه. نلم الميك اب بقى ونبدا ناكل الاكل اللي هو لونه بني. انا متحمسه قوي قوي، وانتوا لو ما عملتوش لسه ما عملتوش لايك خشوا اعملوا لايك دلوقتي، خشوا اشتركوا في القناه ماشي. طيب بصوا بقى هناكل ايه. جبت بقى اللي هو المولتو عشان يبقى لونه بني، وجبت كمان اللي هو بسكوت لمبادة بني اهو، وجبت ايه تاني، جبت الكيكه اللي هي هوهوز. يلا نستمتع. فبصوا احنا هنمشي بقى بالاتيكيت وهنقطع المولتو الحلو قوي ده. يلا كده بسم الله. انا بحب المولتو جدا، البنت بتقولي انا بحب الاكل جدا انا كده. نبدا بقى نقطع. حط انت هنا، نقطع المولتو. فاكرين السكينه دي لما عورتني؟ كانوا متابعين الفلوجات بتاعتي هيعرفوا ان السكينه دي عورتني، واطيه السكينه دي. اوكي تمام. بصوا بقى انا قطعت ازاي. بعيدا عن صوت الجيران، دي بنت الجيران وبتصوت بره عيله صغيره، فايه يعني اعتبروا نفسكم انتم مش سامعين اي حاجه علشان انا زهقت حرفيا. فكده بقى قطعت المولتو. بعد كده بقى هنجيب الكيكه دي. هوهوز برضو بحبه موت، انا اي حاجه فيها سكر بعشقها. تمام. عشان انا سكر. نقطع بقى لا بجد الشكل حلو قوي. لا انا لازم ازينها بقى واخليها بشكل حلو كده. اخر حاجه معانا بسكويت لمبادة اللي هو بجوز الهند. هو لونه بني فقلت لازم اجيبه، يا رب يا رب يطلع لونه بني علشان لو ما كانش لونه بني انا هعيط. لا الحمد لله لونه بني اهو، ينفع للتحدي. نزين بقى. بحب النظام، انا بحب الاتيكيت وبحب النظام. نرش بقى شويه دول. اوكي بصوا بقى، شفتوا الجمال؟ تحفه فنيه والله، تحفه فنيه. بصوا يا حلوين، هنا بقى عملت نسكافيه لون بني اهو علشان ايه. طيب يا حلوين نبدا بقى ناكل الحاجات البني الجميله قوي دي. انا مش عارفه انا مكبره الموضوع كده اهو. بقى دي الكيكه بصوا، باكل باتيكيت محترمه جدا. نشرب بقى نسكافيه، طعمهم حلو قوي. نجرب بقى الهوهوز بالشوكولاته اللي جواه دي. بسم الله. اكلته بقول بسم الله. بسم الله يا ستي اهو، بسكوت اهو. مقرمش وجميل. لا تصدقوا الميكس ده كله حلو مع بعضه والله بجد، مع الشوكه بقى مع مش عارفه ايه حوار.
رايكم بقى في الميك اب؟ قولي تحت في التعليقات ايه رايكم. ميك اب حلو وحش، كمان طريقه الروج اللي انا بعملها زي الكوريين حلوه وحشه، تفاعلوا كده يعني حسسوني ان انا بعمل حاجه يا جماعه. انا اتعلمت كلام بالكوري، اتعلمت لما تيجي تقولوا لحد، قصدي لما تيجي تقولوا انا جعانه بتقولوها ازاي. داجا بيكوبو. وكلمه كل بالكوري معناها موجو. ومتابعين الكي دراما بقى اكتر كلمه مشهوره بالكوري بيقولوها في الاكل بيقولوا ماني موجو. يعني تلاقي مثلا الام داخله لبنتها مثلا تقول لها ايه، او مثلا داخله لابنها تقول له ماني موجو، يعني كل كتير يعني كمان ان انتوا ايه بتحبوا الشخص اللي قدامكم لازم تقولوا له ايه، لازم تقولوا له ماني موجو، يعني كل يعني كده. بجد اللغه الكوريه دي يا جماعه حلوه قوي والله بجد. تحسوا ان انتوا كده بتتعلموا لغه اطفال، مش اللغه اللي هي اللغه الصعبه اللي هو زي انجليش كده او مثلا فرنساوي الماني، هي اللغات التقيله دي. لا، تحس ان النطق يعني ايه اللي هو ايه، تحسوا ان انتوا كده بتتكلموا اطفال حرفيا. فده اللي محببني في اللغه، ان هي ايه يعني لغه كيوته كده. انا حاليا بلقط كده كوري، بس الاساس عندي الانجليش. يعني انا اصلا بقالي كتير هامله الانجليزي، كل مره بقول هتعلم ان شاء الله ان شاء الله، وبهمله في كل اجازه بهمله. فانا بضغط على نفسي الايام دي وبتعلمه كل يوم، علشان ايه اقدر انا اتعلم اللغه بسهوله، عشان بعد كده اتعلم كوري، فاهمين؟ فانا عايزه اتعلم اللغتين دول، ما اعرفش ليه، بس انا عايزه اتعلم. انا حباهم جدا، لا حابه الكوري اكتر، بس الانجليزي انجليش مهم اصلا. يعني انت اصلا لازم يكون عندك الانجليزي ده اساسي، اما الكوري بقى ده هوايه بقى وكده، فالانجليزي اساسي. قولوا في التعليقات انتوا بتتعلموا لغات ولا لا. بس كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. حلوين، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب للقناه عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديده، واشوفكم في فيديو جديد. حلوين، انيا.